عبد الله السعيد لا الدنيا كده ساكته ومحدش بيتكلم عنه ولا حد فاكره ولا حد بيجيب سيرته، ووجوده زي عدمه بعد ما كان الكل بيتحاكى وبيتغنى وبيتكلم عنه وافضل صانع لعب في مصر وكلام كده جميل عن عبد الله السعيد. فجاه ما بقاش حد بيتكلم عنه، دي ضريبه اي حد يخرج بره النادي الاهلي. قال لك بقى ايه، ارجع اعمل كده ايه شويه بلبله شويه كده اثاره، اخلي الناس ترجع تقول اسمي تاني واسمي يبدا يطلع ترند تاني. طب ازاي يا سيدي؟ حط النادي الاهلي في جمله مفيده تطلع ترند على طول بسرعه الصاروخ. ده اللي بيعمله اي لاعب حاليا او اي كاره لنادي الاهلي. المهم عبد الله السعيد في تصريحات بيطلع وبيتكلم عشان نخش يعني في الموضوع على طول، بيقول لك لا اعلم لماذا يلاحقني الاهلي حتى الان. يا سيدي يا حبيبي يا بودة يا جميل يا لذيذ، النادي الاهلي هيلاحقك ليه؟ ايه مصلحه النادي الاهلي منك؟ النادي الاهلي مش بيلاحقك، النادي الاهلي بيحفظ حقوقه القانونيه عشان انت اتعاملت مع النادي الاهلي بطريقه غير احترافيه. فطبيعي جدا النادي الاهلي يحفظ حقوقه، لكن هيلاحقك ليه؟ النادي الاهلي بياخد بطولات، وانت من بعد ما مشيت من النادي الاهلي ما تحطش جنب اسمك لقب بطوله او اي حاجه من دي. طيب نكمل التصريح، بيقول ايه؟ ربما هو شيء شخصي. ليه شيء شخصي؟ ليه؟ ايه مصلحة النادي الاهلي معاك؟ ولو هو شيء شخصي معاك، طب ما النادي الاهلي ليه اشياء شخصية مع اسماء كتيرة جدا ورموز كتيرة جدا، يمكن اهم منك نفسك. النادي الاهلي اصلا ولا كأنها موجودة، ليه هيجي عليك انت بالذات؟ نكمل التصريح. مندهش من الطريقة اللي بيتعامل بيها نادي كبير في افريقيا مع لاعب لم يفعل اي شيء سوى التصرف باحترافية. انهي احترافية يا حبيبي وانت لاعب في النادي الاهلي بتروح تمضي للنادي المنافس وانت لسه على ذمة النادي الاهلي او لسه مقيد في النادي الاهلي؟ ما انتش لاعب فري عشان تروح تمضي في نادي تاني، انت مضيت وانت موجود مع النادي الاهلي. طبيعي جدا انت كده ما اتعاملتش باي احترافية، ولو جبت واحد من الشارع سألته هيقول لك انت ما عندكش بجنيه وربع احترافية. فين الاحترافية اللي انت بتتكلم بيها؟ هو انت لو مشيت من النادي الاهلي وبعدين رحت اي نادي تاني حد هيقول لك انت ماشي ليه؟ لو جيت للنادي الاهلي قلت له انا عايز امشي، ولينا عبره مثلا في رمضان صبحي اللي جه وقال انا رايح بيراميدز النادي الاهلي، سلام عليكم مع السلامه، الباب يفوت جمل. لكن انت رحت مضيت وانت على ذمه النادي الاهلي، اذا انت ما اتعاملتش باحترافيه. رمضان صبحي اتعامل باحترافيه اكتر منك يا اخي. نكمل التصريح. لعبت للفريق لمدة 6 أعوام وكنت محترفا للغاية، لكن المسؤولين هناك لديهم فكرة بأن لديهم الحق في تحديد مصير اللاعبين، لذلك فإن توقيعي للزمالك قتلهم. لا، هو توقيعك للزمالك قتلك انت، ما قتلش النادي الاهلي. ده انت حتى ما مشيت من النادي الاهلي يا راجل ربنا كرمنا وخدنا 2 افريقيا ورحنا كاس عالم والسوبر افريقي وسوبر مصري وكاس مصر وحاجات كده لذيذه وجميله، وفتره كده النادي الاهلي ما عاشهاش من ايام مانويل جوزيه. تيجي انت تقول لي انت توقيعك للزمالك قتل النادي الاهلي؟ قتل النادي الاهلي ليه يا حبيبي؟ ده احنا فوقنا يا اخي، والله فوقنا، والله بعد ما انت مشيت يا عبد الله الدنيا لعبت والدنيا بقت زي الفل. ايه بقى قتلنا في ايه؟ احنا زي الفل، احنا ايه صباح الفل يا عم الحاج. المهم ان هي تصريحات بتعمل بلبله، وبيكمل يعني تصريحاته وبيقول مسؤولي الاهلي يفعلون كل شيء لتدمير مستقبلي ولكن انا اركز في الملعب فقط. يا عبد الله بص، انا هرد عليك بحاجه بسيطه جدا. اسطوره نادي الزمالك حاليا مين؟ اسطوره نادي الزمالك حاليا شيكابالا، او قائد نادي الزمالك حاليا شيكابالا. ده واحد على مر التاريخ مضى للنادي الاهلي، واما جه طلب قال للنادي الاهلي لا انا مش عايز اكمل العقد وعايز انا هروح الزمالك وعايز العقد بتاعي. النادي الاهلي ما قالوش لا انت مضيت، ما عملوش مشكله، ما وقفش مستقبله، ما عملش معاه حدوته، قال له اتفضل اهو. ليه؟ لان اللاعب جه دغري، لان اللاعب كان صريح، لان اللاعب كان واضح، ما لفش ودار، ما راحش مضى الفريق وهو لسه باقي له مده مع فريق تاني، ما راحش مضى الفريق وهو لسه مش لاعب حر. وصل لك الكلام ولا مش وصل لك الكلام؟ النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من انه يدي مستقبل لاعب. رمضان صبحي جه دغري النادي الاهلي قال له مع السلامه. هل في مسؤول حاليا بيتكلم عن رمضان صبحي في حاجه؟ كابتن محمود الخطيب صدق وقالها، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليها. شوف انت رحت فين بعد ما مشيت من النادي الاهلي، وشوف النادي الاهلي وصل لفين. شوف انت دلوقتي ازاي بتحاول تحط اسمك جنب اسم النادي الاهلي عشان تطلع نفسك ترند تاني، عشان تظهر نفسك تاني بعد ما الناس نسيتك اساسا. صباح الفل، حلقتنا خلصت. سلام.